السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاعنا النهارده حبايبي هنعمل مع بعض عصاير طبيعية مركزة، عصاير كده تكفيكي طول شهر رمضان كله. وده عن بال كل يوم عايزين نعمل عصير، لا العصير عندك جاهز. هتعملي كده تشكيلة حلوة كده معايا، عصاير رمضانية، عصاير طبيعية، حاجة في منتهى الجمال، مضمونة 100%. نعملها مع بعض مركزة كده وجميلة. نبدأ نعينها في الفريزر، هتطلع معاكي طول شهر رمضان، يبقى عندك عصير وبكمية وفيرة وحلو جدا. قبل ما نبدأ وصفتنا، اللايك والشير ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ بسم الله. اول حاجه حبايبي جبت كده كميه حلوه من البرتقان بتاع العصير، حلو جدا البرتقان البلدي. غسلته كده بالواحده تحت الميه كده بالشكل ده حبايبي، اغسله بالطريقه دي. انا بجهز دلوقتي الفواكه والخضار اللي استخدمهم للعصير بتاعي. تمام، جبت كده حوالي 5 كيلو من البرتقان. طيب ال5 كيلو برتقان هياخدوا قد ايه؟ حوالي كيلو ونص من الجزر. تمام، ما نزودش الجزر لان بيبقى طعم البرتقان اكتر، عشان نعمل احلى عصير جزر بالبرتقان. والعصير ده حبيب الملايين. برضو غسلت الجزر بالشكل ده حبايبي بالواحدة، وكمان قشرته بالشكل ده. بصوا ما شاء الله، خلاص انا كل حاجاتي جاهزة اهي. هجهز برضو البنجر عشان نعمل مع بعض احلى عصير بنجر كده باطعمة مختلفة. غسلت البنجر، وخلي بالكم من غسيل البنجر كويس قوي، بيبقى فيه كمية تراب او رمل كده. اغسلوه كويس قوي ونقعوه حبة كده عشان يبقى معاكم زي الفل، ونبدأ وصفتنا بيه. هنستغل كده البنجر بفوائده الجميلة، وهو ما شاء الله كتير في السوق. هنستغل ونعمل بيه أحلى عصاير بنكهات مختلفة هقول لكم عليها. بعد ما غسلت البنجر بالواحدة بالشكل ده واتأكدت اللي تمام اتنقع ومفيش أي رمل فيه خالص، هبدأ برضو أقطعه كده بالشكل ده ويبقى معايا جاهز. كده بعد ما جهزت الخضار بتاعي ونضيف زي الفل وقطعته، هبشر كده الجزر بتاعي بالشكل ده. ودي طريقة انا برجحها، اللي انا ابشر الجزر بدل ما اقطعه حلقات. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هسلق الجزر سلقة بسيطة جدا عشان ابدأ اعمل بيه احلى عصير كده جزر بالبرتقال. زي ما قلت لحضراتكم، كل 5 كيلو برتقال بياخدوا حوالي كيلو ونص من الجزر. انا هنا زودت كمية الجزر لان هفرز منه كمان، عشان كل ما عاوز عصير هطلع من اللي انا مفرزاه واعمله على طول يبقى سريع معايا. تمام، هبدأ كده حبايبي بالشكل ده. بشرت كده حوالي كيلو ونص من الجزر. بعد ما خلصت الكمية كلها حبايبي بالشكل ده، بصوا ما شاء الله الطريقة دي انا برجحها بدل ما اقعد اقطعها. بصوا اتقشر معايا سهل ازاي، بشرت في كلمة ونص. هبدأ كده في حلتنا كده الحلوة، هبدأ افضي الكمية بتاعتي كلها، وهضيف عليهم ايه؟ هضيف عليهم كوبايه كده حلوه من السكر. انا هعمل العصير بتاعي ده مركز، فالسكر حبايبي برضو لازم يكون زياده شويه عشان هيزود ميه. وبعد كده يا حبايبي كده اغطي الجزر بتاعنا بميه سخنه وهرفع على النار. هياخد معايا حوالي بالظبط ربع ساعه، ما بياخدش وقت عشان احنا بشرين الجزر. طيب باقي كمية الجزر معايا قطعتها بالشكل ده حبايبي حلقات. هبدأ كده في اكياس تلاجة بالشكل ده حبايبي، احفظها او افرزها في التلاجة. بتطلع معاكي كده على برضو النار. نفس طريقة سلق الجزر كده، ما بياخدش معايا وقت واقدر استخدمها في العصير بكل سهولة. اهم حاجة حبايبي افرغ الهواء بالشكل ده، هيقعد معاكي فترة كبيرة جدا من غير ما يحصل له اي حاجة ولا يبوظ. وكده كان تفريز الجزر بتاعي. نيجي بقى للبرتقان بتاعنا. قسمت البرتقان معايا بالشكل ده. انا هعمل ايه؟ انا هعصر الكميه بتاعتي كلها. ما شاء الله انا هنا عامله حوالي 5 كيلو من عصير البرتقان، هعصره كميه كلها يديني عصير كده برتقان فريش، بيور خالص من غير اي اضافات بالشكل ده حبايبي. هعصره. اللي مش متوفر عنده العصاره اللي دي ممكن يستخدم العصاره اليدويه، اي طريقه تعصري بيها البرتقان. اهم حاجه يبقى عصير مركز بيور طبيعي جدا حلو بالشكل ده كده حبايبي. هبدأ أعصر كده الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده حبايبي أهو. طبعا أنا مسرعة الفيديو عشان وقت حضراتكم. ما شاء الله هعصر الكمية. أهم حاجة زي ما قلت لحضراتكم عصير مركز بالشكل ده. يبقى أنا كده عصرت البرتقان وسبت الجزر بتاعي يبرد تماما. هبدأ كده حبايبي بمصفى ضيقة هصفي العصير بتاعي كده من أي ألياف موجودة فيه بالشكل ده كده أهو حبايبي. وبكده عصير البرتقان بتاعي معايا جاهز بالشكل ده. وبعد الجزر بتاعي ما قعد معايا بالظبط ربع ساعة وسبته يبرد تماما، هبدأ كده في الخلاط معايا كده هعصره بنفس المية بتاعة الجزر. كل حاجة بعصرها يا جماعة بنفس ميتها، ما بضيفش عليها مية خالص. تمام، هعصرها كده عصرة حلوة وافضيها معاكم بالشكل ده. جزر ما شاء الله. وهنزل عليه كده بالبرتقان بتاعي. زي ما قلت لكم كمية البرتقان لازم تكون كتيرة جدا عن كمية
الجزر، يعني هنا مستخدمة 5 كيلو برتقان، عملت عليها حوالي كوباية ونص من الجزر. بصوا ما شاء الله عصير مركز جدا جميل ازاي. هبدأ افضيه كده في الازاز الجميلة ديت. بصوا ما شاء الله، عايزة اقول لكم شوية عصير زي العسل. هنا كمان اقدر افرز منه زي ما قلت لحضراتكم في اكياس تلاجة بالشكل ده. هفرزه بكل سهولة كده، يطلع معايا كأني لسه عاملاه حالا من غير ولا اي تعب. وده حبايبي ما شاء الله اللهم بارك شكل العصير بتاعنا، سواء اتفرزوه في اكياس تلاجة بالشكل ده يتحفظ في الفريزر او في ازاز التلاجة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نيجي بقى لتاني مشروب معانا للبنجر. انا قطعته بالشكل ده حبايبي زي ما قلت لحضراتكم. البنجر نستفاد بموسم البنجر حلو جدا جدا، نستفاد بيه. جيبوه بالكميه دي، تقدري تفرزيه هو بالطريقه دي في اكياس، وهقول لكم ازاي بالظبط. تابع معايا الفيديو وما تبخليش عليا باللايك والشير. ونبدا كده بالعصير التاني بتاعنا. نزلت كده بكميه البنجر بتاعنا كده بالشكل ده حبايب قلبي اهو. اي كميه انت عايزاها متقطع كده بالشكل ده. انا هعمل ايه برضو؟ هسلق البنجر. نزلت برضو بكوبايه واحده من السكر، وكمان نفس النظام نزلت عليه كده غطيته بميه سخنه بالشكل ده. هبدأ ارفعه على النار لحد لما البنجر يستوى معايا تماما واسيبه يبرد. نيجي بقى كده نفرز كمية بنجر حلوة كده زي ما قلت لحضراتكم. انا مقطعاه بالشكل ده، اقدر افرزه في اكياس تلاجة بالشكل ده حبايبي بكل سهولة، يطلع معايا برضو يتسلق، اعمل منه عصاير مرة تانية. كده حبايبي اهم حاجة وانا بعين اي حاجة في التلاجة، اهم حاجة افرغ الهواء بالشكل ده، هتقعد معاكم اطول فترة ممكنة. وعشان نعمل كده البنجر بتاعنا بطعوم حلوة كده وقيمة غذائية عالية وطعم يبقى مميز معايا. هنا الفراولة بتاعتي دي برضو انا كنت مفرزاها. هبدأ كده انزل عليها بكمية مية بسيطة جدا وضربة حلوة كده في الخلاط، ويبقى معايا كده عصير فراولة مركز. خلاص كده جهزت الفراولة بتاعتي والبنجر بتاعي، هسيبه يبرد تماما بالشكل ده حبايبي، واتأكدت ان هو تمام استوى. بصوا ما شاء الله استوى معايا خلاص. هبدأ كده بنفس المية بتاعته دي. ليه بنفس المية؟ لان البنجر بينزل كل قيمته الغذائية في المية ديت، فانا عايزة استفاد بكل قيمته. تمام. هعصر كده البنجر بتاعي بالشكل ده حبايبي، هيبقى معايا كده عصير بنجر مركز. هبدأ كده اجهز معايا كده نكهتين مختلفين. هعمل كده بنجر بالفراولة وبنجر بالبرتقال، يبقى نص كمية البنجر معايا هنزلها على عصير الفراولة الخام اللي عملناه مع بعض او المركز، ونص عصير البنجر التاني هنزلهم على عصير البرتقال المركز بالشكل ده. بصوا حبايبي نزلت اهو على الفراولة، والنص التاني نزلت عليه على البرتقال. عايزة اقول لكم يا جماعة بجد قيمة غذائية عالية جدا البرتقال مع البنجر. طعمه مختلف جدا جدا، مش هتلاقي طعم البنجر حبايبي حلو جدا ومغذي للكبار والاطفال. بجد جربوها يعجبكم. هقلب كده بالشكل ده البنجر مع البرتقال، ويبقى معايا عصير البنجر بالبرتقال جاهز. وبالنسبة لعصير الفراولة، زودت كمان طعم الفراولة ونزلت بمعلقتين كبار من شربات الفراولة الخام، عشان كده يعزز معايا طعم الفراولة ويدي كده طعم مميز جدا. عايزه اقول لكم البنجر بنكهه الفراوله والبنجر بنكهه البرتقال الاتنين احلى من بعض ومميزين جدا. غيرت طعم البنجر بمكونات سهله وبسيطه وكمان قيمه غذائيه عاليه. هبدا كده افضي معاكم العصير بالشكل ده. زي ما قلت لحضراتكم تقدروا كده تفضوه في ازاز تحتفظوا بيه بالثلاجه، او في اكياس ثلاجه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اقدر كده احتفظ بيه بالفريزر، كل يوم اطلع كيس ما شاء الله يبقى معايا كمية وفيرة من العصير بالشكل ده حبايبي. وبكده اللهم بارك حبايبي استفدنا بالبنجر ملك مقاومة الأنيميا، قيمة غذائية عالية جدا بأطعم مختلفة. عايزة أقول لكم الطعمين أحلى من بعض بجد. عصير الفراولة وعصير نكهة الفراولة وبنكهة البرتقال الاتنين أحلى من بعض. زودنا القيمة الغذائية وغيرنا من طعم البنجر. الاتنين حلوين جدا جدا، جربوه إن شاء الله هيعجبكم. وبكده يا حبايبي عملنا ما شاء الله 3 عصاير، التلاتة احلى من بعض، 3 انواع. بسم الله ما شاء الله جمال جدا، عصاير كده مغذية طبيعية. عملنا كده ملك العصاير الجزر بالبرتقال، وعملنا كمان البنجر بأطعم مختلفة، عملناه بالفراولة وشربات الفراولة، وكمان طعمنا البنجر كده بالبرتقال المركز. ما شاء الله عصاير في منتهى الجمال، عصاير مركزة طبيعية ومعمولة في البيت بطريقة مضمونة وجميلة جدا وكمان بكمية وفيرة. تقدري كمان تفرزي البنجر والجزر بالطريقة دي، تقدري بعد كده تعملي بيهم عصاير يبقى سهل معاكي تفريزها. اتمنى تكونوا كده استفدتوا معايا بالفيديو ولو بمعلومة صغيرة. اتمنى تدعموني كمان باللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. كل سنة وحضراتكم دايما طيبين وبخير. أشوفكم إن شاء الله في وصفات أحلى وأحلى. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.